اليوم راح نسوي وياكم الفاصوليا البيضاء مثل المطاعم، طعمها كلش كلش طيب. ومثل ما شفتوا طبعا هناك اني الفاصوليا سالقتها ومكملتها، واللحم ايضا سالقته. وهنا عندي ليا طبعا خليتها بالجذر بالبداية، حمستها شوية لحد ما شوي تغير لونها. طبعا تعطي نكهة كلش طيبة بالمرقة. وايضا خليت هنا عندي كسور عظام ولحم شريح، يعني جبت كيلو من اللحم وسويت يعني سويت أقسام، فسويت هذه الوجبة من يمه. ومثل ما تشوفون هنا حمست اللحم، وأيضا خليت الفاصوليا وحمستها، أريد كلهن ياخذن طعم، تصير طعمها كلش كلش طيب. جربوها هذه الوصفة وكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبتكم، لأن البعض منهم مثلا يسويها يطلع طعمها كلش يعني هيك يعني فاهي، مثل ما نقول ما بها أي طعم. وهنا حبايبي راح نبقى نحمس وياكم الجذر لحد ما نحمس المعجون تروح منه الزفرة شوية. وهنا مثل ما تشوفون راح أضيف المي بكيفكم، تريدون تخلون مي مغلي يعني يفور أو مي بارد، أنا خليت مي بارد. وهنا خليت وياكم مثل ما تشوفون المي، طبعا الكمية اللي انتو ترغبونها، ودايما لا تكثرون، خلوا بس مجرد تتغطى الفاصوليا يعني تقريبا اصبع شلون مثل من الرك والتمن. وراح اشرح لكم اليوم بالفيديو. طبعا هنا خليت ثوم مطحون، ما خليت اني ثوم اللي يكون حب. طبعا الاطفال ما يحبون نكهته، فانا اخلي ثوم المطحون، او اذا متوفر عندي ايضا اخلي حبة واحدة ما اكثر، اذا ناعمات اخلي حبتين حسب كل من ويحب الطعم مالته. طبعا وضفت خاشوقة مال شاي كمون، وضفت ايضا فلفل اسود. الفلفل الاسود اختياري، والكمون ضروري حتى لا يصير عندكم انتفاخ بعدين مثل من تاكلون الفاصوليا. يعني تعرفون البقوليات تسبب انتفاخ، خاصة يعني ابو القولون، تعرفون هاي الامراض المزمنة. وهنا كلكم حبايب تعرفون التمن الابيض، طبعا هنا شوية خليته من البصل، ترمته ناعم، خلينا شوية يذبل. وهنا التمن ايضا منقعته وخليته، وراح اضيف الملح ايضا. وهنا قد خلي اصور وياكم ايضا سويت زلاطة ناعمة. هنا طبعا نشف ويانا مي التمن، قلت اهدره. وهذه المرقة بعد ما فارت شوفوا بنات صارت تخبل طبعا مثل المطعم، وما طفيتها ابد. يعني انا ركبتها وخلصتها، يلا انه بين بديت بالتمن، خليتها على نار عالية. من هدرت التمن هدرت المرقة وياه ايضا، يعني تقريبا تركتها تفور مدة ربع ساعة. وبعدين نصيت الجذر عليها، هي لوحدها تروح تموع، تصير الطعم مالتها كلش كلش طيب. طبعا وكمية المعجون اذا تسألوني عليه نسيت اقول لكم اياه، 4 خواشيق مال اكل. وهاي زلاطة هناك كملت مالتنا وياكم. طبعا الزلاطة ضروري أنا أسويها ويا التمن والمرقة، احنا نحبها. وكل من وطريقته، يعني مش يحب ويا التمن والمرقة كل من وطريقته. يعني مثل أنا يجوز أحب الزلاطة، انتو تحبون الخضرة، مو شرط مثلا انت تجين تسوين تمن وفاصوليا تسوين يا زلاطة ناعمة، بس أنا بالنسبة لي كلش أحب هذه الزلاطة. وهنا بعد ما هدرنا التمن وكملنا شوفوا المرقة هنا طبعا وشون ثخنت. لا جربوها وكتبوا لي بالتعليقات إذا جربتوها شنو رأيكم بيها. ولهنا حبايبي أقول لكم شلونكم، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. وأيضا هنا كان يعني بيومها عندنا خطار، فقلت خلي أسوي كاستر أصور لكم لقطات منه، طبعا ما صورته واضح. إذا تحبون أصور لكم إياه فيديو كامل. وسويته بايركس، طبعا صار مثل الكيكة الباردة، احنا نقول عليه كيكة باردة كلش طيب. وضفت البسكت، وهذا هنا شوفوا بنات بالبايركس شلون خليته، شلون طلعت الطبقة كاملة. إذا تحبون اكتبوا لي بالتعليقات أصور لكم إياه فيديو كامل. ولهنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، سهمنا وسهمكم ألف عافية. وانتظروني فيديوهات جديدة، وأتمنى منكم من يشوفون الفيديو تخلوا لي لايك وتشتركون بالقناة وتكتبوا لي تعليق حلو. وشوفوا هنا النتيجة، وسهمنا وسهمكم ألف 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 عافية. مع السلامة.